الغاوي ينقط بطاقته، وكل واحد يرمي بياضه ويكشف ورقه، وكل واحد يظهر عن حسن نيته، وكل واحد قدامه فرصة لحد يوم 20 أكتوبر يكون بين للناس ووضح للناس وأعضاء الجمعية العمومية إن أنا الجدير والأحق إن أنا أكون رئيس لنادي الزمالك. الانتخابات ما هيش حكر على حد، ما ينفعش يجي واحد يترشح للانتخابات ويقول بس أنا بتمنى ورافض فلان الفلاني إن هو يترشح. الانتخابات عمرها ما كانت حجر على حد، كل واحد من حقه إنه يترشح، وأعضاء الجمعية العمومية ناس فاهمين وناس واعيين، واكيد هيختاروا الصالح وهيختاروا اللي هم شايفين ان هو جدير انه يكون قد المسؤوليه داخل نادي الزمالك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضراتكم في قناه زملكاوي حر. النهارده نزل الاعلان على كل الجرايد، خلاص تم فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك بدايه من بكره الاثنين بمشيئه الرحمن اللي هو موافق 4/9 لحد 10/9. وباب الترشح او اللجنه المؤقته هتكون داخل النادي تستقبل طلبات الانتخابات او طلبات الترشح بتاعه الناس اللي هتترشح من الساعه 10 للساعه 6 مساء يوميا، من الساعه 10 صباحا للساعه 6 مساء يوميا لحد يوم 10/9. ولكن الحاجة الوحيدة اللي أنا مش لاقي لها تفسير لحد دلوقتي، ليه الانتخابات مرمية لحد يوم 20 أكتوبر؟ يعني مثلا آخر يوم في قفل باب الترشح يوم 10/9. طب ليه أنت ما خليتش مثلا بعدها بأسبوع مثلا أو بعدها ب10 أيام إن تكون الانتخابات؟ ليه مأجلها ل20/10؟ مش عارف بجد، دي حاجة يعني مخلياني أنا عليها 500 علامة استفهام. طب ايه المقصود بالكلام اللي انا بقوله ان من حق اي حد يترشح والانتخابات مش حكر على حد؟ ولكن في البدايه بتمنى من كل اخواتي الزملكاويه يدعمونا بلايك للحلقه دي عشان توصل لاكبر عدد من جمهورنا العظيم. ولو كنت اول مره تشوفنا سعدنا انك تعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا اول باول. الاستاذ عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق طبعا، وبسبب خلافاته مع المستشار مرتضى منصور ما كانش متواجد داخل النادي، وقصة دي قصة اللي احنا عارفينها، يعني قصة الأستاذ عبد الله جورج والأستاذ مرتضى منصور. الراجل أعلن إن هو هيترشح للانتخابات على مقعد العضو، ولكن له شرط. إيه هو الشرط؟ بيقول لك أنا بشترط إن مفيش أي حد من أعضاء المجلس اللي قدم استقالته يترشح للانتخابات. اولا مش من حقك انك تعترض على اي حد ان هو يترشح للانتخابات. ثانيا الناس كلها فهمت وعرفت مين اللي قلبه على مصلحة نادي الزمالك وعلى كيان نادي الزمالك. واعضاء الجمعية العمومية يعني بعد اللجنة اللي نزلت عشان تعمل تنقية للعضويات واكتشفوا فساد كتير وعضويات كتير ملهاش احقية للتصويت، خلاص الناس فهمت. ودلوقتي بقت الناس اللي موجودة ناس محترمة، واكيد يعني عارفين مين الصح وعارفين مين الغلط، عارفين مين اللي هيشتغل لصالح النادي وعارفين مين اللي بيعمل او ضد نادي الزمالك. واللي انا بتمناه منهم واللي انا واثق فيهم، يعني انا واثق في اعضاء الجمعيه العموميه بتوع نادي الزمالك، ان هم هيختاروا قائمه تكون متجانسه، قائمه متناسقه، مش يعملوا كوكتيل عشان ما يكونش بدايه صراع جديد داخل نادي الزمالك. اما من دلوقتي وحضراتكم لسه بتقدموا للترشح في الانتخابات وتقول فلان ما يترشحش وعلان ما يترشحش، امال لما تيجوا على الكرسي او لما يبقى في مجلس منتخب ويجي على الكرسي يبقى الباقي كله هيعمل فيه ايه يا جماعه؟ ده احنا لسه بنقول يا رب يا هادي، ده احنا لسه بنقول بنتمنى ان اللي يجي على الكرسي اللي بره يدعمه، لسه بنقول
اللي شايف نفسه مش جدير بالمنصب ده او مش هيقدر يأدي دوره لمصلحة نادي الزمالك في الفترة الحالية يعتذر ويرجع خطوتين لورا ويسيب المكان لحد يكون افضل، يكون هو شايف ان هو افضل منه. مش لسه بنقول يا رب يا هادي وبنختار خيار وفقوس مين يترشح ومين ما يترشحش. اللجنة الفنية داخل نادي الزمالك خدت قرار، والقرار ده بجد عجبني جدا. ايه هو القرار؟ حذروا كل اللعيبة داخل النادي وقالوا لهم انتم ما تشغلوش بالكم بلعبة الانتخابات، ومفيش اي لاعب فيكم يدعم اي مرشح سواء من قريب او من بعيد، سواء على السوشيال ميديا او سواء ببوستات او سواء باي تلميحات. واللي هيعمل عكس كده او هيتم اثبات ان هو بيدعم اي مرشح هيتعاقب، والعقوبة هتوصل ويمكن تتخطى ال500,000 جنيه. بالفعل ده احسن قرار انا شفت ان هو اتاخد داخل نادي الزمالك من قبل اللجنة الفنية، لان لعبة الانتخابات مش لعبة اللعيبة ملهمش دعوة. انا عارف ان في لعيبة او بعض لعيبة عايزين فلان وبعض عاوزين فلان، ولكن التركيز للموسم الجديد اللي هيبدأ. عندك مباراة ألتا سولار الجيبوتي يوم 16 في دور ال 32 في الكونفدرالية. يعني حضراتكم ركزوا في مصلحة النادي على شغلكم بس، شغلكم فقط. اما لعبة الانتخابات سيبوها لاصحابها مالكمش دعوة بيها. فده قرار كويس انا شايف ان اللجنة الفنية داخل نادي الزمالك اخدته. اخر خبر هنهي الحلقة معاك بيه بخصوص النادي الاهلي. علامة استفهام، علامة استفهام، مليون علامة استفهام. اللي يطلع مدير المنتخب يقول لك كنا طالبين 9 لعيبة من الاهلي ولكن احنا اخترنا 4 بس عشان الاهلي ما يزعلش. واللي في توريا يقول لك لا انا مش هتنازل عن اي حد من لعيبه النادي الاهلي، ولعيبه الاهلي تهدد ان هي هتسحب لعيبتها بعد مباراه اثيوبيا. ويجي في توريا يدي راحه لمحمد صلاح ويستبعده من مباراه اثيوبيا ويقول لك هيلعب مباراه تونس. ويجي الاهلي يقول لك اشمعنى صلاح، انا هاخد لعيبتي بالذوق، يا اما انت سيبها لي بمزاجك يا اما انا هسحبها بعد مباراه اثيوبيا. ويجي في توريا يتعزم عند واحد اهلاوي وبعد منها يقول لك ال4 لعيبه بتوع الاهلي بعد مباراه اثيوبيا هيروحوا للنادي الاهلي عشان البطوله اللي هو هيلعبها، بطوله الدوري الافريقي. انا مش ضد على فكره ان الاهلي ياخد لعيبته، كده كده مباراه اثيوبيا تحصيل حاصل ومباراه تونس وديه، وانا مش ضد ان الاهلي ياخد لعيبته عشان هو يلعب في بطوله مهمه، ده الطبيعي وده العادي. ولكن انا ضد ان انت مش قد الحاجه ما تقولهاش، ان انت مش قد كلمتك ما تقولهاش، مش قد قرارك ما تاخدوش. فالاهلي هنا بيثبت ان هو اقوى من اي منظومه داخل مصر. الاهلي هنا بيثبت ان هو المسيطر على الرياضه، على اتحاد الكوره وحتى على المنتخب اللي هو ليه الاولويه من اي نادي داخل مصر. فانا مش ضد ان ياخد لعيبته، بالعكس. ولكن هنا السؤال ايه اللي خلاكم ترجعوا في كلامكم؟ بس يا سيدي وكده خلص الكلام. اسيبكم في حفظ الله وامنه.